لغايه الان هناك بعض الارهابيه يستلمون. فاحنا لما نتكلم ابو بكر البغدادي ما يستلم راتب؟ لا بنته تستلم. صدق؟ اي والله صدق. بنته هو اي تستلم وموجوده الان في احد مؤسسات تستلم بشنو؟ في رعايه خاصه. هم بصفتها شهيده؟ موجوده في احد المؤسسات الدوله برعايه خاصه تستلم راتب. يعني شنو برعايه خاصه؟ وضح لي. موجوده. غير افتهم شنو؟ يسالوا عليها والله موجوده. هسه انا هذا الموضوع مو على الهواء، اذا اقول لك اياه راح يصير مشكله لهذا المكان. وهذا يعني وزاره مثلا تشتغل موظفه لو شنو؟ لو رعايه اجتماعيه. ابو بكر البغدادي تاخذ اعانه، تاخذ راتب، موجوده باحد مؤسسات الدوله وتقدم لها المساعده. بنت ابو بكر البغدادي تاخذ راتب من الدوله؟ لا شنو؟ جاي اسولف وياك انا هذا. هسه ورا البرنامج اعطيك المكان. العباس عليك. والعباس اعطيك ورا البرنامج اعطيك المكان عمود ما اسوي مشكله للمكان. عم لا تعطيني المكان بس هاي شنو مبلغ يا اخي اكو عوائل هاي الحكومه تدري بيها الحكومه. ليش ما تدري عند الحكومه؟ ماكو شيء ما تدري به الحكومه، انا اتكلم عن مؤسسات دوله. هسه قد يتغاضى ما يدري، هاي بحث اخر. ليش ما يدري؟ الكثير من هذه الامور احنا الان قد يظن البعض ينصدم بها، لا تدري الحكومه. ليش ما تدري الحكومه؟ حكومات متعاقبه ونحن نتكلم بوثائق واوراق في ذلك. انت اذا نجي نتكلم على مؤسسات الدوله ما ممكن يكون خرق في احد